يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل مع بعض أكل صيني. هنعمل سويت اند ساور تشيكن. الوجبة دي احنا بناكلها في المطعم بمبلغ وقدره، مع انه ممكن نعملها في البيت بمبلغ بسيط وكمان بطعم احلى من اللي بناكله في المطعم. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. عندي نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، هبدأ اقطعها بالشكل ده. هقطعها مكعبات، بس هقطعها مكعبات سميكة شوية لاني هحمرها في الزيت ومش عايزاها تنشف مني وانا بحمرها، وكمان احس بطعمها وانا باكلها. بعد ما خلصت تقطيع الفراخ هبدأ انقل الفراخ في طبق عشان اتبلها. هتبل الفراخ بشوية ملح وشوية فلفل اسود، ومش هحط اي توابل تانية عشان مغيرش طعم الفراخ. طبعا الفراخ بتاعتي انا كنت نقعاها الاول في محلول النقع، فهي نظيفة وزي الفل وغسلتها كويس طبعا قبل ما ابتدي اشتغل فيها. حطيت معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ودوبتهم بايديا بالشكل ده. بعد كده هبدأ احضر الكفر اللي هغطي بيه الفراخ. عندي بضاية وشوية دقيق وشوية بقسماط مطحون. طبعا هما في الطريقة الأصلية بتاعة السويت اند ساور تشيكن بيحطوا مية على الدقيق وبيعملوه عجينة، وبعد كده بيحطوا الفراخ في العجينة دي وبعد كده ينزلوها في الزيت. بس أنا بفضل الطريقة دي أكتر، بتبقى طعمها أحلى في التشيكن اند ساور. جربوها وهتعرفوا ان طعمها فعلا بيكون احلى. حطيت الفراخ في الدقيق وبعد كده في البيض وبعد كده في البقسماط. هكرر نفس الخطوة لحد ما اخلص كل كمية الفراخ اللي عندي. هحط الفراخ في الدقيق طبقة خفيفة، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط. انا هنا هكون محضرة معايا طاسة فيها زيت غزير سخن، عشان اول ما اخلص كل كمية الفراخ اللي عندي ابدأ انزل الفراخ في الزيت، لان الزيت لازم يكون سخن. بعد ما اتأكد ان الزيت سخن كويس هنزل بقطع الفراخ بالشكل ده وهسيبها لحد ما تاخد لون، واول ما تاخد لون هقلبها على الناحية التانية. اول ما تاخد لون من الناحيتين هطلعها على مناديل مطبخ عشان تصفي الزيت الزيادة اللي بيكون فيها. هنسيب بقى الفراخ على جنب وهنبدأ نحضر الخضار اللي احنا هنستخدمه. استخدمت بصلاية صغيرة وجزراية وفلفل اخضر وفلفل الوان. انا مقطعاه مكعبات بالشكل ده، والجزر مقطعاه دواير. هجيب بقى حلة على النار وهبدأ انزل بشوية زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل بالخضار وهبدأ اقلبه في الزيت لحد ما يدبل خالص ويبدأ ينزل ميته. اول ما الاقي الخضار نزل ميته ودبل خالص هبدأ بقى انزل بباقي المكونات اللي هنعمل بيها الصوص الحلو بتاعنا. ربع كوباية من الخل، ربع كوباية من الصويا صوص، وربع كوباية من الكاتشب. هبدأ اقلبهم مع بعض وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من المية متدوب فيها معلقة كبيرة من النشا ومعلقة صغيرة من السكر، وهبدأ اديهم تقليبة مع بعض وهسيب الخليط بتاعي لحد ما يتقل ويبقى بالشكل ده. اول ما الخليط يتقل هبدأ انزل عليه فص مفروم من الثوم، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ في الصوص وهقلبها كويس مع الصوص عشان تشرب من طعم الصوص كويس. وبعد كده هغطي الحلة وهسيب الفراخ حوالي 5 دقايق على نار هادية جدا عشان تشرب من طعم الصوص كويس. بعد كده هنروح نعمل الرز اللي بيتقدم مع السويت اند ساور، الرز الصيني اللي طعمه بجد في منتهى الجمال. هجيب حلة على النار وهنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة وشوية زيت، واول ما الزبدة تسيح هنزل بمكعب من مرقة الدجاج وهقلبه مع الزبدة لحد ما مكعب المرقة يدوب خالص، وهنزل عليهم بكوبايتين من الرز المغسول كويس بس مش هنقعه.
هصفي الرز بتاعي وبعد كده هنزل بالرز على الزبدة والزيت وهقلبهم كويس عشان يشربوا من طعم الزبدة وطعم المرقة. بعد كده هنزل على الرز بمقدار من المية المغلية يعني تغطي الرز، وبعد كده هدوق الرز، لو محتاج ملح هزود، لو مش محتاج خلاص. وهسيب الرز لحد ما يشرب ميته ويبقى بالشكل ده، وبعد كده هنقله على شياطة الرز وهسيبه لحد ما يستوي خالص. على الرز ما يستوي هروح بقى احضر الصوص اللي هنزل فيه الرز. هجيب حلة على النار وهنزل بشوية زيت وهنزل بالخضار اللي هو فلفل الوان وجزر متقطع مكعبات. هما في المطاعم بيحطوا كمان بسلة، بس انا بصراحة ما بحبش طعم البسلة في الرز الصيني، لكن لو انتي بتحبي طعم البسلة زودي بسلة. هقلب الخضار مع الزيت لحد ما يدبل، وبعد كده هنزل بربع كوباية من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من الكاتشب وهقلبهم كويس مع الخضار. بعد كده هنزل بربع كوباية من المية متدوب فيها معلقة صغيرة من النشا، وهنزل بالمية على الخضار وهسيب الخليط بتاعي لحد ما يتقل ويبقى بالشكل ده. وبعد كده هنزل بالرز، طبعا بعد ما يكون استوى هنزل بالرز شوية بشوية واقلب وشوية بشوية واقلب عشان يختلط كويس مع الصوص. بعد ما اخلص كل كمية الرز اللي عندي هبدأ اغرفه في الطبق بالشكل ده زي وجبة المطاعم بالظبط. جربوها ومش هتندموا، بجد طعمها في منتهى الجمال. وكمان احنا عملنا مع بعض قبل كده سويت اند ساور تشيكن بس كانت معاها نودلز. هسيب لكم الفيديو في علامة الاي فوق، اتفرجوا عليه برضو، جربوه وقولوا لي رأيكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.